السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة ام سارة. اليوم راح تشوفوا معايا كيفية تحضير صامصة مالحة. شوفوا معايا الطريقة الأخيرة. إلا عجبتكم ديروا لايك وشاركوا في القناة، وإلا كنتم مشاركين فعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد قناة ام سارة. الآن شوفوا معايا الطريقة والمقادير. هنا نبداو بالعجينة. عندي 3 كيلات فرينة، نص كيلة زيت، شويه ملح والماء اللي نلمو به. نبداو نحطوا الفرينه، نضيفوا الملح. الملح هنا ما نكتروش بزاف لانه راح يتم الحشو راح يكون فيه الملح وفيه الجبن. نبداو نبسو بالزيت. انا هذا هو الكاس اللي كيلت به الفرينه. بعد قلت لكم 3 كيلات فرينه، نص كيلة زيت. نبداو نلمو فيها بالماء. الماء نضيفوه بالتدريج لانه العجينه تاع اليوم لازم تجي شويه شاده روحها، ما تجيش تلصق في اليدين. خلاص نلمها مليح. بقاي ضيفي بشويه باه ما تجرالكش. بعد ما نلموها العجينه نعجنوها 2 دقائق مش اكثر. نلوزوها. انا العجينه تما نديرها خبيزات صغار، انا اللي هذه قسمتها على 8. نغطيوها ونخليوها ترتاح الوقت اللي نديرو الحشو. ولا كان مثلا درتي الحشو هو الاول وخليتيه يبرد، العجينه هذه راهي مش لازمها وقت يعني باه ترتاح، تقدري تخدمي بها ديريكت. انا كما قلت لكم نعجنوها غير شويه برك. وهنا نرجعوا للحشو تاعنا. الحشو اللي درنا اليوم انا درت فيه فلفل، فيه لحم مفروم، زيتون، معدنوس ولا بقدونس، شويه جبن والتوابل ملح، ثوم، فلفل الكحل وشويه قزبر. نبداو في المقله. حطيت شويه زيت. نبدا بالفلفل هو الاول، ندبلو مليح. بعد ما الفلفل تاعنا يطيب نضيفو اللحم المفروم. درك كي نحط اللحم نحط التوابل، نحط شويه ملح، نضيف فلفل الكحل، نضيف القزبر والثوم، ونبقى نحرك فيه حتى اللحم المفروم تاعنا يطيب مليح. بعد ما يطيب اللحم تاعنا يبقى لنا تما نطفيو عليه. ما لازمش المعدنوس والزيتون يطيبوا فيه. هنا بعد ما طابوا، بعد ما طاب اللحم، هنا ضفت المعدنوس. هنا راني طفيت. نضيف البقدونس ونضيف الزيتون المقصوص. الجبن نضيفو كي نعود راحه، ما نضيفوش وهو سخون هكا حتى يبرد. حتى من بعد كي تبرد اللحم تاعي نضيف لها الجبن. نبداو درك نخدمو في الصامصه تاعنا. دوك تشوفوا كيف نشكلوها. انا راني ضفت الجبن في اللحم المفروم لانه كون نحطوه في الفيونداشي وهي سخونه يذوب. احنا من الاحسن انه يذوب وكي نقليوها احسن وتما تجي خير. نبدا نحل الخبزه تاعي الاولى. هنا البنات جربوا كيفاه لكن حبيتوا صامصه صغيره. انا الصامصه اللي درت اليوم راهي شويه متوسطه، لكن نتوما حبيتوها قل ما تقسموش العجينه. تما سا ديبون الحبه قد ما حابين ديروا اقسموا العجينه تاعكم. وهنا تاني البنات نقول لكم رقوها باه تجيكم الصامصه تاعكم مليحه. كنت تخليو العجينه خشينه راهي تجيكم معجنه وما تجيكمش مليحه. نبداو نديروا الحشو. هنا عندنا 2 طرق باه نحشيوها. يعني نعتلكم هذه الطريقه الاولى
درناها دويرات، ما قسمناها على زوج. النصف الاول تاع الدويره شوفوا كيف درنا، حطيت في النص، نطبق الكوتي هذا الجانب الاول ونزيد الجانب الثاني، وديما تكاي مليح على العجينه باه ما تحلكش في القليان. زيدي هزيها في يدك وزيدي تكاي مليح مليح على العجين. هذه الطريقه الاولى. ولا تعمريها بالطريقه الثانيه، هما يعني في زوج مثلث لكن جست الخدمه مبدله. تطبقيها هكا وهي فارغه، تهزيها في يدك وتعمريها في يدك، وانتي ديري بالطريقه اللي تساعدك. كما قلنا الحشوه تبقى اختياريه، كل واحد يحط واش يحب. قادره ديريها غير بالخضره كما تحبي. نزيد نطبقها سورتو هنا الفوق في تما في الزوايا. عارفوا كيف تكاو عليها مليح مليح باه ما تتحللكمش. ونبقاو هكا حتى نكملوا لكم الكميه كامله. شوفوا هنا الحبه تاعي كما قلت لكم ماهيش كبيره بزاف وما هي صغيره خلاص، متوسطه. وهكا نبقاو نكملوا حتى نكملوا الكميه كامله. نحطوا الزيت يسخن، درك نعت لكم قداه دارت لي نحبه. درك نبداو نقليو. انا الكميه الكاس هذاك دار لي 16 حبه كيما هكا صغار متوسطين يعني. نبدا كي تعودي راح تقليها تاني زيدي تسمى شوفي معاها تكي عليها مليح باه ما تحلكش في المقله. وهنا تاني البنات ناكد لكم على حاجه، النار ما لازمش تكون سخونه بزاف، سينو سورتو الجهه اللي العجينه فيها جايه على جهتين تسمى جايه مطبقه زوج مرات. هذيك هي اللي قادره تكون نار قويه بزاف تبقى لكم عجينه من داخل. النار البنات تكون متوسطه باه يطيبوا لكم بغرضهم ويطيبوا حتى لداخل. هنا نحط المقله، نحط الصامصه في المقله تاني. من الاحسن نهزوا الزيت تاني هكا نحطو فوقهم. والجهه اللي قلت لكم اللي مطبقه على زوج لتما احرصوا البنات على انكم تطيبوها مليح على نار متوسطه باه الطياب يدخل لكم لداخل. وهذا هو الشكل تاع الصامصه تاعنا تاع اليوم. راهي تجي البنات بزاف بنينه ومام العجينه تاعها تجي مقرمشه وتذوب في الفم. نتمنى يا ربي الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم. الى عجبتكم ديروا لايك وشاركوا في القناه. سلام.